كان ياما كان في هذا العصر والأوان فتى يدعى عماد يعيش في إحدى قرى الريف المصري مع والده ووالدته. كانت القرية هادئة تحيط بها الحقول، ويجري بالقرب منها نهر يقصده الصيادون كل يوم. لم يكن عماد يهتم كثيرا بالزراعة أو العمل في الحقول مثل باقي أهل القرية. صحيح أن والده لم يكن يملك أرضا يزرعها، لكن السبب الحقيقي كان شيئا آخر. كان عماد يحلم دائما بالثراء السريع. كان يجلس أحيانا مع نفسه ويقول: يا سلام يا عماد، لو وجدت مصباح علاء الدين وطلبت من المارد الكثير من المال. وفي أحيان أخرى يقول: ليتني أجد مغارة كنوز مليئة بالذهب. كانت أحلام عماد دائما تدور حول الثروة الكبيرة، وكثيرا ما كان يجلس على شاطئ النهر ممسكا بصنارته متمنيا أن يصطاد السمكة التي ابتلعت خاتم سليمان عليه السلام. فقد كانت جدته تروي له دائما تلك القصة، وتخبره أن من يملك هذا الخاتم يستطيع أن يأمر الجن بما يشاء. وكان عماد يتمتم: ياه، لو وجدت هذا الخاتم لكنت أغنى إنسان. لكن كعادته كان يعود كل يوم إلى البيت خالي الوفاض بلا سمك ولا خاتم. في أحد الأيام بينما كان عماد جالسا على شاطئ النهر غارقا في أحلامه، لاحظ رجلا عجوزا يجلس غير بعيد عنه. كان للرجل شعر أبيض ولحية بيضاء طويلة، وكان يمسك صنارة الصيد مثل عماد. فكر عماد: غريب، لم أرى هذا الرجل في القرية من قبل. وبينما كان يراقبه رأى العجوز يخرج سمكة كبيرة من الماء. اقترب عماد منه وقال بأدب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد الرجل مبتسما: وعليكم السلام يا ولدي. قال عماد: اسمي عماد، وأنا من سكان هذه القرية. فقال الرجل: أهلا بك يا عماد، اسمي مصباح. تعجب عماد وسأله: لم أرك في القرية من قبل يا عم مصباح. أجاب الرجل: أنا أعيش في الإسكندرية، وجئت لزيارة أبنائي الذين يعيشون هنا في القرية. قال عماد: هل تقصد عائلة الروبي؟ ضحك العم مصباح وقال: نعم، إنهم أبنائي. ازداد تعجب عماد وقال: لكنهم يملكون أراضي كثيرة. قال العم مصباح: نعم يا ولدي، أما أنا فأعيش على شاطئ البحر لأنني أعشق صيد السمك. قال عماد بحماس: وأنا أيضا أحب الصيد، لكنني أتمنى أن أجد خاتم سليمان أو مصباحا سحريا يحقق لي أحلامي. ضحك العم مصباح وقال: يا بني، هذه مجرد قصص خيالية، لا يمكن للإنسان أن يبني حياته على الأوهام. رد عماد: ولكنك أصبحت غنيا من الصيد. ابتسم العم مصباح وقال: هذا صحيح، ولكن ليس بسبب خاتم ولا مصباح. ثم قال: لقد بنيت ثروتي بفضل 3 زهرات. فتح عماد عينيه بدهشة وقال: 3 زهرات؟ أين أجدها؟ ابتسم العم مصباح وقال: إنها موجودة داخل كل إنسان. قال العم مصباح: الزهرة الأولى يا ولدي هي زهرة الجد والاجتهاد. ولكي يشرح له معناها حكى له قصة الخنازير ال3. كانت 3 خنازير تعيش في الغابة، وكان هناك ذئب شرير يريد أن يأكلها. فقرر كل واحد منها أن يبني بيتا يحتمي فيه. الأول بنى بيتا من أوراق الشجر لأنه أراد أن ينتهي بسرعة ويذهب للعب، والثاني بنى بيتا من الأغصان، أما الثالث فقد عمل بجد كبير وبنى بيتا قويا من الحجارة. عندما جاء الذئب هدم بيت الأوراق بسهولة، ثم أحرق بيت الأغصان. لكن عندما وصل إلى البيت الحجري حاول أن ينفخ فيه مرة بعد مرة، لكنه لم يستطع هدمه، وفي النهاية عاد الذئب خائبا. نظر العم مصباح إلى عماد وقال: هل فهمت الدرس؟ قال عماد: نعم، من يعمل بجد يحصل على الأمان والنجاح. ابتسم العم مصباح وقال: أحسنت يا بني. ثم أنشد قول الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ثم قال: الأسبوع القادم سأخبرك عن الزهرة الثانية. بعد أسبوع عاد عماد إلى النهر، لكنه كان حزينا. سأله العم مصباح: ما بك يا ولدي؟ قال عماد: عملت بنصيحتك واجتهدت كثيرا، لكنني لم أصطد شيئا تقريبا. ابتسم العم مصباح وقال: إذن أنت بحاجة إلى الزهرة الثانية. ثم بدأ يحكي قصة النمل شامل. كانت هناك مستعمرة نمل تعمل بجد. في يوم من الأيام جاء سيل قوي وجرفوا الطعام الذي جمعوه، فبدأت النملات العاملات العمل من جديد لنقل الطعام إلى مكان آمن. لكن نملة اسمها شامل قالت: لماذا نتعب أنفسنا؟ قد يأتي سيل آخر ويضيع كل شيء. فجلست بلا عمل. عندما جاء المطر مرة أخرى كانت النملات العاملات قد نقلن الطعام إلى مكان مرتفع وآمن، أما شامل فقد بقي في الخارج في البرد والمطر.
نظر العم مصباح إلى عماد وقال: أرأيت يا بني؟ قال عماد بخجل: لقد تصرفت مثل النملة شامل عندما استسلمت بسرعة. قال العم مصباح: لهذا السبب تحتاج إلى الزهرة الثانية، الصبر. بعد أسبوع آخر عاد عماد إلى النهر وهو حزين مرة أخرى. قال: لقد اصطدت سمكة كبيرة لكنني احتفظت بها لنفسي حتى فسدت. ابتسم العم مصباح وقال: هذا يذكرني بقصة الإخوة الثلاثة. كان لهم أب يملك مزرعة، وكان يخرج جزءا من محصولها للفقراء. بعد وفاته قرر الأبناء أن يحتفظوا بالمحصول كله لأنفسهم، لكن عندما جاء موسم الحصاد وجدوا أن كل الثمار قد فسدت، فعرفوا أنهم أخطأوا وتابوا إلى الله وعادوا لإعطاء الفقراء، وبعد ذلك بارك الله لهم في رزقهم. نظر العم مصباح إلى عماد وقال: هل عرفت الزهرة الثالثة؟ قال عماد: نعم، إنها العطاء. قال العم مصباح مبتسما: أحسنت يا بني. تغير حياة عماد منذ ذلك اليوم. تغير عماد، عمل بجد وتحلى بالصبر، وأصبح كريما مع الناس. كان يصطاد السمك كل يوم، ويأخذ ما يكفي أسرته، ويعطي ما يزيد للفقراء والجيران. وكان يشعر بسعادة كبيرة عندما يرى الفرح في عيونهم. في أحد الأيام اصطاد عماد سمكة كبيرة جدا، وفي طريق عودته إلى البيت قابل رجلا غريبا يبدو فقيرا. قال الرجل: يا ولدي، هل يمكن أن تعطيني بعض السمك لأطعم أولادي؟ قال عماد: اختر ما تشاء. قال الرجل: هل يمكن أن آخذ هذه السمكة الكبيرة؟ ابتسم عماد وقال: خذها هدية لك ولأولادك. شكر الرجل عماد وسأله عن اسمه ومكان بيته، ثم انصرف. بعد يومين وصل خطاب رسمي لعماد يطلب حضوره إلى مكتب المحافظ. تعجب عماد كثيرا لكنه ذهب، وعندما دخل المكتب فوجئ بشدة. كان المحافظ هو نفس الرجل الغريب الذي أعطاه السمكة. ابتسم المحافظ وقال: لقد تنكرت في هيئة رجل فقير لأبحث عن الشباب الصالحين الذين يستحقون فرصة. ثم قال: لقد اخترتك لتحصل على 10 أفدنة من أفضل الأراضي الزراعية. لم يصدق عماد ما يسمع. سأله المحافظ: ماذا ستزرع في أرضك؟ ابتسم عماد وقال: سأزرع أولا 3 زهرات. بعد عام كامل عاد عماد إلى شاطئ النهر ليقابل العم مصباح. وجده كما كان، بلحيته البيضاء وابتسامته الهادئة. قال العم مصباح: أرى علامات النجاح على وجهك يا عماد. حكى له عماد كل ما حدث معه، وأنه أصبح يملك أرضاً ويعمل معه الكثير من الناس. ثم قال: وأنا أزرع فيها أنواعاً كثيرة من الزهور. ضحك العم مصباح وقال: أرأيت الآن يا بني؟ إن كل إنسان يملك في داخله خاتم سليمان ومصباح علاء الدين. ابتسم عماد وقال: نعم يا عم مصباح، لقد عرفت السر: الجد والاجتهاد، الصبر والعطاء. وهكذا تعلم عماد أن الثروة الحقيقية لا تأتي من المصابيح السحرية ولا من الأحلام السهلة، بل تنمو مثل الزهور الجميلة عندما نعتني بها. فقد أدرك أن الجد والاجتهاد هو الطريق لبناء المستقبل، وأن الصبر هو القوة التي تجعلنا نستمر رغم الصعوبات، وأن العطاء يبارك ما نملك ويجعل الخير يعود إلينا مضاعفاً. تذكرنا قصة عماد أن كل إنسان يحمل بداخله القدرة على النجاح، وأن أعظم الكنوز ليست في الخارج بل في القيم التي نزرعها في أنفسنا ونشاركها مع الآخرين.